يا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ كان عندي بواقي قماش، قررت اعمل بيهم الشنطه ديت. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه بسيطه خالص. اول حاجه جبت قطعه قماش عرض 37 وطول 56. هي دي كانت قطعه القماش اللي عندي، كانت عرض 37 وطول 56، وقطعتين قماش صغيرين طول 50 سنتي وعرض 12 سنتي. وزي القطعة الكبيرة قطعة بطانة نفس الطول ونفس العرض 37 و 56. اول حاجة بدأت ان انا قلبت القماش على ظهره بالشكل ده، وجبت قطعة فازلين قماش نفس مقاسها، حطيت الجهة اللي بتلمع في وش القماش. هحط الجهة اللي بتلمع كده في وش القماش، وهجيب برضو قطعتين فازلين قماش بنفس مقاس القطعتين الصغيرين دول، وهحط برضو الجهة اللي بتلمع في وش القماش وهكويه. بعد خلاص ما كويتهم هاخد بقى القطعة الصغيرة دي، القطعتين الصغيرة دول، وهضمهم على بعض بالشكل ده، وهخيط من جهة واحدة وبالطول، هسيب جهة تانية مفتوحة. تمام كده، هقص بقى الزيادة اللي تحت ديت والزاوية برضو اللي موجودة. وهجيب قلم، هجيب قلم واحط سنه في النص، وهفضل اضغط وهفضل اضغط بالقماش لتحت علشان انزل اقلب الدراع ده على وشه. هظبط بقى الزوايا بالشكل ده، وهخيط الجهة التانية. بعد ما خيطت خلاص الدراعين بتوع الشنطة، هقلب القماشة على وشها، وهقيس 8 سنتي من كل جهة. 8 سنتي من الجهة دي، من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت. 8 سنتي من اليمين و8 سنتي من الشمال، والناحية التانية برضو 8 سنتي من اليمين و8 سنتي من الشمال. وهجيب الدراع وهثبته على العلامة اللي انا علمتها، وهمشي عليه خط خياطة، وهعمل الناحية التانية بنفس الطريقة. كده خلاص انا عملت الجهتين الدراعين. هجيب بقى القماشة البطانة اللي انا كنت قصيتها، وهحطها وش الوش كده مع الشنطة، وهخيط من فوق بس. خلاص كده انا خيطتها من فوق. هقلب بقى البطانة لجوه. بقى ده شكل الايد اهوت، تقفيلها نضيف جدا. هخيط بقى من الجنبين، هقلبها لجوه وهخيط من الجنبين. بعد خلاص ما قفلتها من الجنبين، هضم الشنطة على بعضها، وهقيس من فوق 15 سنتي من اليمين ومن الشمال. هقيس من اليمين 15 سنتي ومن الشمال 15 سنتي. بعد ما قست 15 سنتي هنزل بخط مايل لنهاية الشنطة.
هحدد كده خط مايل من ال15 سنتي لنهاية الشنطة من تحت، وهعمل الناحية التانية نفس الطريقة بالظبط، هقيس 15 سنتي وهنزل بخط مايل. ايوه هعمل كده الناحية التانية برضو بنفس الطريقة، هقيس 15 سنتي وهنزل بخط مايل. بعد ما حددت خلاص الجنبين هفرد الشنطة وهتنيها على الخط اللي انا حددته، يعني هفرد الشنطة كده وهفضل اتني لحد ما اجي على الخط اللي انا حددته واقف من كل الجوانب. بعد ما هتنيها هروح اكوي وارجع لكم. انا كده خلاص كويتها، همشي بقى خط خياطة على كل الجوانب اللي انا تنيتها دي. كده خلاص انا مشيت خط خياطة على كله. هاجي بقى من فوق هنا واتني مسافة مثلا سنتي او سنتي ونص، واثبت بدبابيس من الجهتين من فوق ومن تحت. هثبت كده بدبابيس وهمشي خط خياطة على اللي انا ثبتها بدبابيس دي. والناحية التانية عملتها برضو بنفس الطريقة. خلاص انا كده ثبتها. هاجي بقى عند جهة واحدة بس هتنيها لجوه. خلاص انا كده تنيتها لجوه. هقلب بقى الشنطة على بعضها وهقفل من الجنبين. بعد ما قفلت من الجنبين هقلب الشنطة على ظهرها وهقفل تاني من الجنبين من جوه. هظبط كده الزوايا بس كويس وهقفل برضو من الجنبين. خلاص كده انا قفلت من جنبين. هقلب بقى الشنطة على وشها وهجيب الشنطة، هظبط الزوايا بس الاول بتاعتها. هفرد بقى الزاوية كده من تحت، وهجيب المزورة وهقيس مربع مقاسه 5 سنتي في 5 سنتي من قدام ومن ورا. 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا، وهشد خط. ومن الشمال برضو نفس الحاجة، ومن ورا نفس الحاجة. هعمل مربع كده 5 سنتي في 5 سنتي. بعد ما عملت المربع من قدام ومن ورا، هفتح بقى الشنطة من الجنب على الخط اللي انا عملته بتاع المربع. هيبقى شكل مثلث كده، وهمشي خط خياطة على خط المربع ده يمين وشمال. بعد خلاص ما مشيت خط خياطة، هجيب بقى المقص واشيل الحتة الزايدة دي، وناخد بالنا نبعد عن الخياطة عشان ما تفكش. هقلب بقى الشنطة على ظهرها، وهمشي على نفس خط الخياطة اللي انا عملته من قدام. خلاص انا كده خيطتها من قدام من ورا وقلبتها.
هجيب بقى اللي هو القفل مغناطيس ده. انا مش عاملاها بسوسته، انا ما كانش متوفر معايا سوسته فعملتها بقفل مغناطيس. هجيب القفل المغناطيس اللي عندي وهفتح فتحه صغيره بالمقص في البطانه، وهدخل فيها القفل واضغطه على بعضه. بس كده، وانا كده خلاص خلصتها. اشوفكم مرة تانية. مع السلامة.